بيقول له إنك لازم تقبض على القط الأسود والدعسوقة عشان تقدر تطبق القانون وهتبقى روجر كاب. وبيبدأ يطبق القانون فعلا، وبيلاقي المدرسة رمت ورقة في الشارع، فبيروح يقول لها إنك مقبوض عليكي، وبيرمي عليها أسورة من الليزر وبيحكم عليها تلم الزبالة. وبيدخل على المدرسة عشان يواجه العمدة بورجوا، وبيشوفه أدريان وبيبقى عايز يتحول، لكنه بيكتشف إن فلاج هو اللي أخد الأسورة وبيحاول يخرجها من راسه ومش بيعرف، فبيحط له الفلفل الأسود على الجبنة وبيقربها منه، فبيعطس وبيخرج من الأسورة وبيتحول فعلا للقط الأسود. وروجر كاب بيدخل يدور على العمدة، وبتشوفه مارينيت وبتجري عشان تتحول للدعسوقة. بيدخل روجر كاب على العمدة ومدير المدرسة وكان هيقبض عليه، لكن الدعسوقة بتتدخل وبتلف اليويو على ايده وبيوجه الضرب عليها وبتجري منه، وبيشوف العمدة وهو بيجري وبيطلع عشان يجري وراه وبيوقفه القط الأسود وبيفضل يضرب عليه ليزر لحد ما بيقع في باسكت الزبالة. بتكلمه الدعسوقة بتقوله انت ظابط طيب ومحترم وما تخليش الشرير يسيطر عليك، وبيكلمه هوكموس انه ما يصدقهاش وانها كدابة، وبيبدأ فعلا يوجه الليزر عليها وهي بتجري منه وبيمسكها من رجليها وبيرميها بعيد، وبيروح عشان يقبض على العمدة بروجوا. وبتجيله كلوي عشان تقوله انها اتسرقت، قال لها طيب تعالي معايا ونتكلم، وبتركب معاه العربية وبتجري وراه الدعسوقة والقط الاسود وبيطير بالعربية وبيفضل يتقلب بيها في الهواء عشان يوقعهم، وفعلا القط الاسود كان هيقع لكن الدعسوقة بتلحقه وبترميله اليويو وبيشغل الطيار الآلي وبيطلع لهم بقى، وبتبدأ المعركة بين روجر كاب والدعسوقة والقط الأسود، وبيفضل يلف بالعربية لحد ما الدعسوقة فعلا بتقع من عليها، وبيمسك القط الأسود وبيروح رميه وراها وكان هيقع على الأرض لكن الدعسوقة بتلحقه باليويو. وبنروح لروجر كاب اللي وصل لبيت العمدة بروجوا وبيقول له انت لازم تتنازل على السلطة بتاعتك، وبيهدده بكلوي بنته وبيخليه يعمل بس للناس كلها انه تنازل عن صلاحياته للعمدة الجديد روجر كاب ولازم تسمعوا كلامه. وبيتكلم روجر كاب وبيقول للناس ان الدعسوقة والقط الاسود دول مجرمين ولازم تقبضوا عليهم، وفعلا بتتجمع كل الشرطيين حوالين الدعسوقة والقط الاسود عشان يقبضوا عليهم، لكنهم بيضربوهم وبيجروا سوا وبيقولوا احنا خلاص بقينا اخطر مجرمين في باريس ومطلوبين كمان للعدالة، واحنا ما عملناش حاجة، بالعكس احنا كنا بندافع عن باريس. فبتفكر الدعسوقة في خطة وبينزل القط الاسود وبيشغل الشرطيين معاه، والدعسوقة بتدخل هي بقى على روجر كاب وبتستخدم تعويذة الحظ وبتديها جوانتي، وبيهاجمها روجر كاب بالليزر اللي معاه وبتجري منه وبتستخبى ورا ترابيزة، في الوقت اللي بيكون فيه القط الاسود خلص على رجالة الشرطة ودخل عشان يساعدها، وبيلاحقهم هما الاتنين بالليزر بتاعه. وبتفكر الدعسوقة في خطة عشان يقدروا يوصلوا للصفارة، لكنها بتكون محتاجة الخاتم، فبيرمي لها القط الاسود الاسورة من بعيد كده عشان تاخدها وتستعملها، وبتقول له اشغل انت بقى عقبال ما انا انفذ الخطة. فبيستخدم القططية وبيجري يكسر الارض من تحتيه وبيقع فيها، لكن روجر كاب بيسلط عليه الليزر وبيأيده في الحيط. وبتستخدم الدعسوقة الجوانتي وبتجري تلبسه لروجر كاب وبتأيد ايديه، وبتقدر تاخد منه الصفارة وبتكسرها وبتخرج منها الأكومة وبتزيل منها الشر، وبترجع كل حاجة لطبيعتها تاني. روجر كاب بيرجع لطبيعته وبيفرح الدعسوقة والقط الأسود بنجاحهم سوا.